السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم 57 من عمر الفراخ الساسو. اللهم صل على النبي. خلاص لسه حوالي يومين أو 3 وابتدي إن شاء الله إن أنا أنتهي من دورة الفراخ الساسو. طبعا الوزن اللهم لك الحمد وصل 2 كيلو وربع معايا، في أوزان أعلى وفي أوزان أقل، بس زي ما أنا اتعودت إن أنا في فرخ معين بوزنه كل يوم، فالفرخ ده يوميا أنا بوزنه بلاقيه مثلا 50 جرام 100 جرام. تاني يوم الاقيه 130 150، ابص الاقيه زايد مثلا 30 جرام 50 جرام، لغاية ما وصل معايا النهاردة 2 كيلو وربع. فده اللي انا متعودت ان انا اوزنه يوميا. ففي طبعا اوزان اقل من كده وفي اوزان اعلى من كده، بس لو اعلى من كده هيبقى على حاجات بسيطة، انما الاقل من كده ممكن كيلو ونص، 2 الا ربع، في الحدود ديتي. فان شاء الله النهارده هبتدي ان انا اعمل لهم شويه حلبه، لان خلاص لسه مثلا حوالي 3 4 ايام وابتدي ان شاء الله ان انا انتهي من الدور داتي. فهبتدي اعمل لهم شويه حلبه، اغلي لهم شويه حلبه. بسيب الميه بتغلي على النار وانزل فيها شويه حلبه، وربع ساعه ولا حاجه من غير سكر ومن غير اي حاجه خالص. ربع ساعه ابتدي ان انا اسيبها تبرد، اطفي عليها واسيبها تبرد، وبعد كده اصفيها. الحبوب الحلبة احطها على العلف، والمية اللي طالعة احطها على سقاية المية. طبعا المشروب الحلبة ده كويس جدا في زيادة الوزن. انا عاملها لهم كده يعني زي تفاريحي كده، خلاص انا ما عدتش محتاج زيادة الوزن ولا حاجة. هو الوزن طالما وصل معايا 2 كيلو، انا حاطط في دماغي من البداية طالما الوزن وصل معايا 2 كيلو هبتدي ان انا انتهي من الدورة دي بإذن الله. فالوزن وصل معايا النهارده 2 كيلو وربع وقتي خلاص، اللهم لك الحمد. فانا عاملها لهم تفاريحي كده. وطبعا انا مش حاططها لهم على علف، انا حاططها لهم على علف مع الشيشه مع عيش متكسر. طبعا العيش المتكسر انا بجيبه يوميا من الفرن، افرده وبعدها بيوم ابتدي ان انا اكسره انعمه خالص، وابتدي بقى اضيفه للفراخ، اضيفه للفراخ البلدي او للفراخ الساسو او للحمام او كده، على حسب ما انا ماشي معاهم في النظام اليومي. فانا قلت خلاص لسه يومين او 3، قلت اما اعمل لهم مشروب الحلبة كده برضو يظبط لهم الدنيا. وطبعا انا شغال معاهم من العيش والدشيشة بقالي حوالي اسبوعين او حاجة، كل يوم احط لهم حاجة. وانا شغال مع الحاجات اللي هي بديل العلف دي من عمر اسبوعين. ببتدي اسلق لهم بطاطس، ابتدي اهرس لهم بطاطس، ابتدي اهرس لهم بيض مسلوق. طبعا البيض المسلوق فاتح للشهية وبيظبط لهم عظمهم، يمنع عن الكساح، يمنع عن الحاجات دي كلها. فحبيت اوريكم برضو الفراخ النهاردة عمر 57 يوم. ربنا يكرم كده. خلاص الدورة دي خلاص يعتبر انتهت، يعتبر خلصنا من الدورة ديت. ممكن لسه حوالي كمان 3 ايام ولا حاجة لغاية ما يوصلهم 60 يوم، وابتدي ان انا انتهي من الدور ده على خير باذن الله. وهبتدي ان انا انضف المكان واطهر المكان كويس، وهبتدي انزل دورة جديدة باذن الله. 100 فرخ 150 فرخ على حسب التسهيل وعلى حسب ما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. هو طالما وزن الساس طالما عدى 2 كيلو خلاص تبتدي ان انت تستهلك منه، وممكن تبتدي ان انت تستهلك منه من وهو كيلو ونص كمان. يعني مش شرط يوصل 2 كيلو، بس انا بسيبه ل2 كيلو عشان هي يعوض التعب ويعوض المصاريف ويعوض المجهود اللي انا عملته معاه. فطالما وصل 2 كيلو خلاص بقى ابتدي استهلك منه، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله وننزل دورة جديدة باذن الله.